شايفين الجمال؟ حاجة تحفة، حاجة تشرفك في أي عزومة. أهم من الأكل تظبيط الأكل. ألف هنا وشفا. هعمل معاكم طريقة البسلة. معايا حلة هحط فيها معلقة سمنة أو أي مادة دهنية، بنزل بالبصل وبقلب لغاية ما البصلة تصفر. أرجع لكم تاني كده. البصلة يعني جبت، أنا مش عايزاها تحمر. نزلت عليها الكبد والقوانص وبقلب. بنزل عليهم بقى اللي يديهم ريحة جامدة، التوابل. طبعا الكبد والقوانص بتاعت الحمام بتستوي بسرعة جامدة جدا، متاخدش وقت. كده هنزل بالكرفس اللي هو بقى بيخلي ريحة الفريك في حتة تاني خالص. شمين معايا بقى ريحة، قولوا شمين. وانزل بالفلفل الكبدة هي ما تقطعتش كلها، قطعتها بالمعلقة. أحلى حمام بقى تاكلوه من إيد النهاردة. شايفين بقى؟ شايفين عامل ازاي؟ عندي كده الفريك اللي أنا غسلاه ونقعاه لمدة ربع ساعة. ريحة تحفة. أشوح الفريك كده لمدة 5 دقايق وبعد كده أسيبه يبرد. أنا كده غسلت الحمام ونضفته زي ما انتوا شايفين كده، وحجمه ما شاء الله حلو. ولازم ان انت تنضفيه من جوه كويس، ولازم تشيلي الحته دي، وفي حته هنا جوه ما بتبقاش كويسه لازم تشيليها. ولازم تشوف البطن من جوه يكون فيها بواقي ولا حاجه. انا معايا كده الفريك حمام بقى كده. بس انا بعمل ايه، انا بسلكه عشان احشيه من جوه بشويش كده، واحده واحده. تحطي ايدك من هنا وتسلكي كده
لغاية بصي ما تبقى سالكة من بعضها كده، تحطها في الطبق وتعملي منها. طبعا أنا عملت واحدة قدامكم وأرجع أحشي. بس الفريك طعمه بجد وهو ني يتاكل كده قبل ما يستوي. هرجع احشي كده من جوه زي ما انتوا شايفين كده. متحشوش قوي عشان ما يفرقعش منك كده. بتكتفيه، تحطي واحدة كده وواحدة كده. بصي الحمامة عاملة ازاي. تيجي هنا بقى، انا معايا هنا خلة بقفل بيها، وهنا بقى عشان الفريك ما يطلعش منه بروح قافلها كده بحتة كبدة او قناصة من البطن وتقفلي عليها كده. شايفة ما شاء الله الحمامة عاملة ازاي. هعمل واحدة معاكم تاني اهو. بصي بسلك العضماية منها الأول وبدخل صبعي واحدة واحدة. بسلك من جوه من الناحية التانية. بس بشويش خالص عشان ما تتقطعش منك. بصي كده اروح احشيها زي التانية بالظبط. طبعا لما بتحشي البطن بالزق بصبعك لجوه والحشو بيدخل للبطن بسرعة. بس تعاملي بشويش عشان الحمام مش بيستحمل، واي فتحة هتخلي الفريك يفضي منك في الحل. نمشي بقى هنا فتحة تروحي قافلة. لو مش هتعرفي تحطي حتة الكبدة أو القناصة اللي هتقفلي بيها ممكن تحطيها قبل ما تقفلي كده زي ما انت عايزة يعني اللي يريحك. بس ما شاء الله الحمامة. هكمل وارجع لكم تاني كده. الحلة وهي بتغلي عشان اسلق فيها الحمام حاطة فيها بصلاية وجزراية وطماطماية وورق لوري، وانزل عليها بحبهان انزل عليها بالحمام.
حط عليهم بهارات لحمة، حط عليهم فلفل اسود، واول ما يغلوا برضه اوطي عليهم، ودايما اخلي الحمام ظهره لتحت وبطنه لفوق عشان ما يفرقعش. وطي عليه خالص. بس دي كانت بطنها مفتوحة، حطيت قناصة في الفتحة وحشيتها عادي برضه عشان خاطر ما تبص. ده كده بقى السمنة اللي فضت من تحمير الحمام حطيت فيها فصين توم وقرن فلفل احمر حامي او بارد زي ما انت عايزه، وكزبره وفلفل اسود وبهارات لحمه، واقلبها كده وحاطه فيها بابريكا. اقلبها كده لغايه بس ايه ما تبقى لونها كده يعني، وبعد كده اقطع عليها واخدها. انا هنا حطيت الحمام وحطيت معاه رز بشعرية، شايفين الجمال؟ واخد كده بالثوم بالمعلقة واحط على الحمام. شايفين بقى الجمال؟